في يوم من الأيام الفطام ما كانش قرار الأم، كان قرار الملك هنري الثامن اللي اتجوز 6 مرات وأعدم زوجتين هو اللي قرر امتى بنته إليزابيث تتفطم. أيوة، هو مش أمها، في عمر 13 شهر بأمر ملكي رسمي. الملكة فيكتوريا اللي حكمت نص العالم أنجبت 9 أطفال، وكانت بتقول إن الرضاعة دي حاجة بهيمية مش لايقة على النبلاء. لما بنتها برنسس أليس رضعت طفلها، فيكتوريا سمت بقرة سودا في القصر باسم بنتها برنسس أليس، وقالت دي بتعمل نفسها بقرة، وده كان من أول مرات التنمر على الأمهات. وعشان الملكات ما يرضعوش كان في وظيفة اسمها ويت نيرس اللي هي المرضعة. في القرن ال18 ميسيس موتلبري اختاروها بعد فحص شديد جدا من الأول للآخر، فحصوا لبنها، شكلها، شخصيتها، عشان كان يقال إن الشخصية بتتنقل مع اللبن. مكافئتها ساعتها كانت 200 جنيه استرليني في السنة مدى الحياة، لحد ما جت الأميرة ديانا اللي رفضت كل ده وقلبت كل الموازين ورضعت ويليام وهاري بنفسها. الصحف اتكلمت والقصر اتصدم، بس هي ما اهتمتش خالص بالكلام ده. في مصر الفرعونية لقوا أوعية فخار من 2000 سنة قبل الميلاد عاملة زي البيبي بوتل بتاع دلوقتي. يعني موضوع الفطام والرضاعة شاغل الناس كلها، مش من دلوقتي، لا ده من زمان قوي، بس على الأقل دلوقتي القرار بقى بين إيديكي انتي.